عليهم بالمبدأ الإسلامي الأصيل الذي يبدد الإنشاءات الكاذبة. تدبر، هات الدليل أن الشيخ ربيع عادي المسلمين، هات الدليل في أي مقال هذا، في أي موقف، في أي كتاب، في أي شريط. وإني لأبرأ إلى الله مما ينسب إليه. وقد يكون من يقول هذا الكلام هم الأعداء المسلمين والعياذ بالله، لأنهم لا يريدون الشيء، لا يريدون إلا أن يكونوا أذنابا له وأبواقا له، لا منقادين لله ولا لرسوله. فهذا شأن كثير من أهل الأهواء والعياذ بالله. نريد من الشباب أن يتبعوهم تبعية عمياء، لا يردون لهم أمرا ولا يرفضون لهم قولا. فتعلموا المنهج الإسلامي في غربلة الأقوال والتمييز بين الصدق والكذب وبين الكلام الصحيح والشائعات الهاجرة الكاذبة. وأقسم بالله أن هؤلاء الخصوم لا يحاربوني إلا بالكذب، لا يحاربوني إلا بالكذب والجهل والهواء. فافهموا هذا أيها الشباب. وهذه كتبي وهذه أشرطتي، هذه محاضراتي ولقاءاتي مع المسلمين في أي مجال، لا يجدون عليه شيئا. ولكن قد حارب هذا الصيف الرسل وحارب المصلحين. انظروا إلى أي عهد ثمرت الدعوات كاذبة ضد الإرادة من الوهاب وضد ابن تيمية. فلما درس الناس كتبهم وأقوالهم ومواقفهم وسيرهم عرفوا أن طوائفهم تكذب وتفتري على هؤلاء. فلا تنتهلك بالشائعات. وأنصح كل شاب، أنا أعرف أن الدعاية ضدي في كل مكان، والله تعالى المصري إنهم يربون أطفال على نور. وأقول إن الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود والنصارى يربون أبنائهم على بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أننا متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم. والروافض يربون أبنائهم على بعد أبي بكر وعمر والصحابة. وهؤلاء سلكوا هذا الأسلوب في تربية أبنائهم وتلاميذهم، ومن يحسن الظن بهم فاصطوهم على محاربة الحق وأهله بهذه الطرق التي استقوها من أعداء الإسلام. فتنبهوا أيها الشباب، واعلموا أن ندعو إلى كتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح، وننكر على كل من يشد عن هذه الأصول. والله يتعلقون بالأباطيل ويدافعون عن الأباطيل وعن الضلالات، ولا يدافعون عن الحق، بل يحاربون من يرفع راية الحق. فانتبهوا أيها الشباب لهذه المكائد الخطيرة التي تهوي بالشباب من